تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء. يتعجب البعض ويتذمر داخل جروب في الواتس أو بين رفقاء التهجير من تطاول بعض أولئك العاملين بأفواههم على اليمن واليمنيين وتاريخهم وحضارتهم ومجدهم، وأنا أقولها بكل صراحة للجميع: فيما العجب؟ ولم التذمر المكبوت هذا؟ ونحن نعرف أن صمتنا والتزامنا الحياد وخوف البعض على الكراسي أو الراتب الإضافي وتسليم البعض قياده وإعلان البعض ولاءه لمن يمنحه الديمومة على الكرسي هو من جعل حتى طرش المخيمات يتطاولون بالشتم والقذف والسب على اليمنيين. فلو وجد هؤلاء الهامشيون من يعيدهم لحجمهم الطبيعي ما تعالى نباحهم، لكننا للأسف الشديد شداد فيما بيننا، رحماء على السفهان من غلمان الشتات. هذا أمر. الأمر الآخر، أتساءل: هل في الدفاع عن الوطن جريمة تستحق كل هذا الزعيق والتجنيد للذباب الإلكتروني والتخوين والتكفير والتهديد والوعيد؟ من حق كل يمني أن يسأل: لماذا أرى علما غير علم بلادي يرفع على تربة وطني دون وجود علم جمهوريتي؟ من حقي أن أسأل، ومن حق كل يمني أن يسأل: لماذا لا يسمح لرئيسنا أن يعود لعاصمة بلده؟ من يمنعه؟ هل من جاء لمساندته لاستعادة شرعيته، أم أن هناك أسبابا أخرى؟ من حقنا كيمنيين أن نتساءل: من أنشأ مجاميع مسلحة خارج إطار الشرعية ويدعمها بالمال والسلاح؟ من قام بذلك ولماذا؟ هل في ذلك ما يخدم الشرعية؟ وهذه المجاميع لا تعترف حتى بالشرعية وتحمل السلاح في وجه الشرعية. من حقي أن أسأل: من يمنع طيران بلادي من الهبوط في مطاراته؟ من يمنع النفط والغاز من التصدير؟ من يسيطر على الموانئ والمطارات ويمنعها من العمل؟ من يسيطر على جزر البلاد؟ من يسخر قنواته الفضائية لمهاجمة الرئيس والشرعية واليمن؟ من يؤجج الصراع المناطقي؟ من يدعم مثيري القلاقل؟ من يحاول تمزيق اليمن وإذلال اليمنيين داخل بلادهم وأرضهم؟ من يعمل كل هذا؟ أليس من حقي أن أسأل، أن أعلم من يكون؟ هل أخ شقيق أم صديق قريب أم عدو لا يطيق بقاءنا، أم نحن من فعلنا بأنفسنا هذا؟ أنا هنا لا أتهم أحد، وأوجه الشكر لكل دول التحالف التي وقفت، ونحن لا ننسى معروفا قدمه الأخ، لكن لن يكون ثمن هذا المعروف من قبل البعض أن يستخف بنا وبيمننا وبرئيسنا وبشرعيتنا وبمسؤولينا وبقادتنا وبدماء شهدائنا التي تسفك على مذابح الحرية من أجل الدفاع عن مقدسات الأمة. من حقي أن أسأل، ومن حق الرد على من يسيء لليمن، حتى وإن ظن البعض وإن ظننتم بنا ضعفا، فضعفنا لن يستمر وقوتكم لن تبقى، ودوام الحال من المحال. واعلم أنت وهو وأنا أن اليمنيين قد يختلفون ويتقاتلون بدافع من هذا أو ذاك، لكنهم لن يقبلوا بمن يسلبهم كرامتهم وسيادتهم وأرضهم وإن ماتوا جوعا. ولا يغرنكم نفر يلهثون وراء المال، هؤلاء لا يمثلون اليمنيين، يمثلون أنفسهم فقط.